اهلا بيكم. معاكم دكتورة هبة عبد العزيز، استشاري ومدرس الصحة النفسية بجامعة اسكندرية. مش اي زعل او زهق يبقى اكتئاب. في العموم في انواع من الاعتلال المزاجي، او بمعنى اصح اريافة او خنقة ممكن تحصل كرد فعل لضغوط نفسية او احداث مزعجة او فقد، او في اوقات معينة من الشهر او السنة، بس مش شرط توصل لدرجة الاكتئاب. الاكتئاب ممكن يحصل كرد فعل لأحداث أو من غير سبب واضح، أوقات بسبب مرض تاني سواء كان عضوي زي الأمراض المزمنة أو الأمراض المناعية، أو نفسي بعد قلق أو وسواس قهري لمدة طويلة، أو كجزء من مرض نفسي تاني زي الاكتئاب ثنائي القطب. الشخص اللي عنده اكتئاب دايما يقول انه شايف الدنيا من ورا ستارة سوداء او اضيق من خرم الابرة. تشخيص الاكتئاب محتاج 5 من الاعراض دي لمدة اسبوعين: حزن وخنقة وشعور بالتوتر والضغط، فقدان الاهتمام بأي حاجة كانت ممتعة قبل كده. مع ده ممكن يكون في تغيير في الوزن أو الشهية، تغيير في نمط النوم، فقدان للطاقة وتعب من أقل مجهود، عزلة، فقدان للثقة في النفس وانعدام الأمل مع إحساس دائم بالذنب، صعوبة في التركيز واتخاذ القرار، أفكار عن الموت أو الانتحار مع أو بدون وجود نية للتنفيذ. الاكتئاب بيجي كنوبات، ممكن يجي مرة وخلاص أو يتكرر. في حاجات بتساعدنا لما نعملها ان النوبة ما تتكررش، او لو جت ما تبقاش قوية وما تستمرش مدة طويلة، زي اننا نحاول نعرف ايه المؤثرات اللي بتسببها وازاي نقلل التعرض لها او نتعامل معها بشكل تاني. نتعلم نغير افكارنا ونتحكم في سلوكنا بالعلاج السلوكي المعرفي وطرق تانية كتير مختلفة حسب كل حالة. المهم انك لو شكيت ان عندك اي اعراض تبدأ تستشير طبيب مختص وما تتأخرش، لان كل ما هتبدأ بدري كل ما هتقدر تتحكم في النتيجة. خصوصا انك لو لاحظت هتلاقي ان 4 من 9 اعراض تعتبر جسدية: تغيير النوم والوزن وفقدان الطاقة والتعب من اقل مجهود. عشان كده علاج الاكتئاب لازم يشمل كل الجوانب المتأثرة، لأن ببساطة شعور بتحسن ظاهري مش معناه تطوير المهارات الضرورية للحياة الصحية. ممكن ترجع تشوف الدنيا بالألوان وتعرف تعيش وتفرح تاني، تقدر تغير حاجة.